القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. حديث اتقال قبل ما الأسوار دي تتبني، وقبل ما السلاسل تتشد في البحر، وقبل ما يفكروا في النهضة الإغريقية. قرون عدت ومحاولات سقطت وجيوش اتحطمت قدام مدينة واقفة زي الخنجر في قلب العالم، لحد ما جه صاحب البشارة النبوية خصوا البحر وفشل تحت الأرض، وكل الحسابات قالت له انسحب. القسطنطينية ما سقطتش بالسيف، سقطت في اللحظة اللي محمد الفاتح قرر فيها ما يرجعش. بعد ما التراب غطى جسد السلطان مراد الثاني، رجع محمد بن مراد للحكم، بس المرة دي ما كانتش مجرد عودة سلطان للعرش. المرة الأولى كانت تجربة قاسية اتساب فيها شاب صغير وسط قصر مليان طموح وشك، ووجوه بتبتسم وهي مستنية الغلطة. محمد كان حافظ القرآن، قارئ تاريخ، ومتعلم على ايد شيخه آقا شمس الدين اللي علمه ان القسطنطينية وعد نبوي. القسطنطينية بالنسبة لمحمد الفاتح ما كانتش مجرد فتح عسكري، دي كانت مفتاح التجارة بين الشرق والغرب وبوابة البحرين وعاصمة رمزية لو سقطت بيسقط معاها ميزان القوة في العالم كله. لكن كان فاهم ان النصر ده ما يجيش بالسيف الاول، عشان كده اول حاجة جهزها كانت الهدوء. وقع معاهدات مع المجر والصرب والبندقية، مش لأنهم أصدقاء لكن عشان مفيش عدو في الظهر ساعة الضرب. وبعدها بدأ يقفل النفس على المدينة خطوة خطوة. بنى روملي حصار في أضيق نقطة في البوسفور، قلعة قصاد قلعة، ومع أناضول حصار بقوا كماشة حديد قفلت الطريق البحري، منعت القمح ومنعت السفن، وخلت القسطنطينية تدخل حصار بطيء قبل ما تسمع صوت المدفع. بس المدينة كانت مرعبة، أسوار ثلاثية وخنادق عميقة ونار إغريقية تحرق المياه نفسها، وسلاسل حديد تقفل القرن الذهبي كأنه باب مقفول بالمفتاح. مدينة صمدت قدام العالم أكتر من 1000 سنة، يعني بكل الحسابات مستحيل. لكن في الحروب الكبيرة المستحيل بيبقى مشكلة محتاجة حل مش حكم نهائي. استدعى محمد الفاتح المهندس أوربان وطلب مدفع العالم ما شافش زيه، مدفع يهز السور نفسه، يتحرك بأزيد من 60 سور وأكتر من 400 راجل، والقذيفة الواحدة وزنها يقارب الطن. مش سلاح بس، ده كان ضغط نفسي قبل ما يكون نار. وجمع جيش مش بعدده لكن بعقيدته، انكشارية ومتطوعين وعلماء وقادة زي زغانس باشا وحسن الأولوباتلي، وكلهم شايلين فكرة ان المعركة دي مش معركة أرض بس. وقبل ما الدم ينزل بعت السلطان رسول للمدينة، اختاروا السلام أو الحرب، والسلام على من اتبع الهدى. كان الرد كلمة واحدة: لا. هنا المعركة بدأت. أول قذيفة تطلق من المدفع العملاق، الأرض تهتز والصوت يرج مدينة لجوه، المدافع تضرب بالنهار والأسوار تتشق. وأول ما الليل ينزل البيزنطيين يشتغلوا في صمت، يرمموا ويقووا ويرجعوا للقصر. حرب أعصاب واستنزاف، أنفاق اتحفرت لتفجير الأسوار من تحت الأرض. القتال نزل في ضلمة خلقة والخطة اتكشفت وفشلت. الأسطول حاول يكسر السلسلة الحديدية، دخل مواجهة مباشرة وسفن غرقت. دي ما كانتش خسارة عسكرية بس، دي كانت لحظة شك تكسر أي قائد. الإمبراطور عرض فلوس وهدنة وانسحاب مشرد، كل اللي حواليه كانوا مستنين القرار. الفاتح رفض، والرفض ده كان أخطر خطوة في حياته، لأن معناه يا نصر يا نهاية سلطان قدام الدنيا كلها. وهنا القوة لوحدها ما اكتفتش، العقل اشتغل في اللي مستحيل تفكر فيه. سفن تمشي على البر، أخشاب مدفونة زيت، ومسارات وسط التلال، وسحب في صمت. وفي الليلة دي بتوفيق من ربنا ضباب تقيل غطى المكان، والمدافع فضلت تضرب عشان تغطي على الصوت. الصبح طلع والبيزنطيين شافوا الكنوز بعينيهم، الأسطول جوه القرن الذهبي. من اللحظة دي بقت محاصرة من جوه قبل ما تكون محاصرة من بره. وفي اليوم الحاسم جمع الفاتح وقال: الفتح أو الشهادة. الهجوم كان عنيف، السلطان نفسه وقف في مرمى النار يصرخ في الانكشارية اللي ثغرة فتحت. حسن الأولوباتلي سبق الكل، رفع الراية وسقط شهيد. لكن الطريق اتفتح من بوابة أدرنة وبوابة القديس رومانوس. الجنود تسلقوا فوق أنقاض السور وفوق جثث زمايلهم لحد ما مدينة صمدت 1000 سنة وقعت أخيرا. محمد دخل القسطنطينية مش عشان ينتقم ولا يحرق،
دخل عشان يحول السقوط لبداية. ودي كانت بداية الحكاية مش نهايتها، اللي جاي أعمق وأخطر. ولو مهتم تكمل السلسلة اعمل إعجاب